يوم الفري بقى يا حبايبي، تعالوا شوفوا انا اكلت ايه وعملت ايه. طبعا كان عندي حتة لحمة مفرومة وعندي رقاق. قلت اعمل اكلة حلوة ليا انا والولاد. عملت رقاق زي ما انتوا شايفين اهو، وعملت شوية محشي ورق عنب وفراخ، صينية فراخ بالبصل المكرمل، تحفة. طبعا احنا كلنا عارفين ان الرقاق بنحطه في شوربة. عندي شوية شوربة لحمة كده، عملت الرقاق فيه. حطيت الرقاق طبقات وتعملي بالسمنة كده بالفرشة وتحطي ايه. بحط 3 ورقات او 4 ورقات تحت. الرقاق بيبقى تخين شوية غير الجلاش. وبرص فوق الرقاق واحدة فوق واحدة. بعد كده نحط اللحمة. وبعد كده ايه، خلصنا اهو الرقاق وركناه زي ما انتوا شايفين. طبعا تعالوا هنا بقى ازاي تعملوا صينية فراخ بالبصل، تحفة جميلة. بصوا جربوا الطريقة دي، جميلة جدا. هنا طبعا انا حطيت شوية زيت، حطيت معلقة سكر كرملتها كده. وبعد كده حطيت البصل، تشوحيه كده في الزيت مع معلقة السكر. وبعد كده تحطي بقى اختياري، انت عايزة تحطي فلفل حر. انا ما كانش عندي غير شطة، يعني شطة خضراء زي ما انتوا شايفين. انتوا عايزين بقى تحطوا رومي، فلفل رومي، فلفل بارد، اللي انتوا عايزينه. انا كان عندي شطة، والشطة الصراحة عملت تيست جامد جدا، وانا بحب الحاجة فيها شطة. هنحط بقى الملح والفلفل الاسمر والسبع بهارات بسم الله الرحمن الرحيم، والبابريكا. حطيت شوية بابريكا برضو مدخنة، جميلة برضو بتعلي التيست قوي. وهنا بقى الورق اللورا، حطيت عود قرفة. هتحطي بقى التوابل اللي احنا عارفينها في اي لحوم واي ايه واي فراخ. اهي هو عود قرفة. الحبهان طبعا هنحط حبهان. انا بحط لومي، ادي دي واحدة لومي برضو بتدي طعم. انا بحب اللومي برضو في الاكل. انت بس اهم حاجة وانت بتحطي الحاجة تبقي عارفة العدد اللي انت بتحطيه، عشان لما تيجي تدوري عليه او تطلعيه تبقى عارفة. انا حطيت واحدة حبهان بس. واقلب بقى كل ده مع بعض، وابدا ايه، ارص الفراخ. واحلى فراخ بالبصل المكرمل، جربوها. محدش دقها الا لما ايه ما عجبته. انا جوزي دقها قال لي مية مية. فجربوها والله هتعجبكم جدا. حتى ممكن انتوا تعملوها اكل لوحدها، يعني ولا تعملوش حاجه جنبها خالص. تعملوا الفراخ بالبصل، زودوا البصل بقى كده، ويتاكل كده بعيش او بشويه رز جنبه، يبقى تحفه. الفراخ متطعمه جدا، تحفه. هنا طبعا بنحاول بقى نغطي الفراخ بالايه، بالبصل والخلطه بتاعتي، واحط عليها ورق فويل. نحط عليها ورق فويل عشان هي انا حطها نيه تستوي منها في نفسيها كده. وتحطيها في الفرن في الوسط على درجة حرارة عالية، طبعا مش متوسطة، بس حطها في الوسط. وسيبيها. خدت معايا ساعة، طلعت مستوية تحفة، ولا فيها دم ولا فيها اي حاجة. انت بتعمليها كده بالسكينة. طبعا هنا بقى ايه طلعت، بص الشكل روعة، الشكل روعة. جربوها مش هتندموا، جميلة جدا جدا جدا. طبعا جوزي كلها بعيش. انتي عايزة تاكليها بقى تعملي شوية رز جنبها، اكلة لوحدها جميلة وتحفة من غير اي حاجة. بصوا. وهنا طبعا المحشي، حلة المحشي هي ورق عنب. قلت برضو اعمل لهم ايه، حلة محشي. انا بقالي كتير ما كنتش بعمل محشي. يوم فري بقى قلنا ايه، نمتع نفسينا. وهنا بفضي المحشي والاكل كله جاهز. ويا رب يكون كده الفيديو عجبكم. ولو عجبكم اكتبوا لي كومنت حلو، واللي مش اشترك يشترك في القناة.